سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال ولك الحمد في جميع الأحوال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أنعمت به علينا وأعطيت نستغفرك ربنا من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الولي ونحن الفقراء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك إلهنا دعوناك فاستجب دعاءنا يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا كريم أكرمنا يا الله يا غفور اغفر لنا يا الله يا عفو اعف عنا يا الله يا عفو اعف عنا يا الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط دليلا وإلى الجنة قائلا ومن النار ستر وحجابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن شر خلقك سلمنا وإلى
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تدع في هذا الشهر ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا سائلا إلا أعطيته ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد